السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، والنهاردة هنتكلم عن ممثلة اسمها سلوى محمود. سلوى محمود ممثلة مصرية اتولدت في القاهرة سنة 1930، وكان والدها طبيب وأراد أن تلتحق بكلية الطب، ولكنها حصلت على دبلوم تجارة ودرست التمثيل في المعهد. كانت بداية مسيرتها الفنية من خلال الالتحاق بفرقة الريحاني، وانتقلت للعمل بعد كده بفرقة إسماعيل ياسين، بينما كانت أول أدوارها عام 1956 من خلال المشاركة بأفلام دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو، وتوالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون حتى أواخر التسعينات. الفنانة سلوى محمود مرصود ليها أكثر من 140 عمل فني، منهم مسلسلات إذاعية من أتى المؤلف، نحن لا نرى بعيون الآخرين، وهالة والحرمان، وطلع الفجر. وشاركت في أفلام أرضنا الخضراء عام 1956 وفيلم دعوة المظلوم. وفي عام 1956 أيضا شاركت في فيلم شياطين الجو، وفي 1957 فيلم الجريمة والعقاب، وفيلم الفتوة، وفيلم لواحظ، ومسرحية جوزي كذاب. أما في عام 1958 فشاركت في فيلم امرأة في الطريق، وفيلم رحمة من السماء. وفي 1959 شاركت في فيلم عش الغرام، وفيلم قلبي يحترق، وفيلم كل دقة في قلبي. ولها من الأعمال أيضا الفنانة سلوى محمود كان آخر أعمالها في عام 1998 مسلسل سنوات الشقاء والحب. اسمها الحقيقي زينب محمود شحاتة، والشهرة سلوى محمود. في بعض المواقع بتقول إن تاريخ ميلادها 26 يونيو عام 1929، وبعض المواقع الأخرى بتقول إن تاريخ ميلادها 26 يوليو سنة 1930، ولكن للأسف غير معروف هل هي ما زالت على قيد الحياة أم لا. عملت ايه النهارده؟ يعني هروح المحكمة بكرة. كنا نتحدث عن الفنانة سلوى محمود وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.